فضايح تفويت الماتشات في الكرة المصرية. اسمع. جه لقطه انا عايز الناس كلها تشوفها في الدقيقه 92 مكتوب 92. ايوه جه لعيب ورا بيرجع لورا، ذكر اسماء، ايوه بيرجع لورا مش عايز يضغط. رحت له يا كابتن انا اول مره اقول لفظ في حياتي وكنت عايز امسكه اضربه، الكاميرا تجيبني وانا بجري على اللعيب ده من عند جون التاني وانا كنت بهاجم. اضغط، طب اضغط عليه. رحت زعقت له ماسك ايدي كده وعمال اتنطط، بقول له انت ليه بتعمل كده؟ قال لي هم بره بقى مسؤولين مين، هم انا ما بره؟ اعرفش. هم بره قالوا لي اعمل هم بره مين اللي قالوا له كده؟ يعني الجهاز الفني اللي قال له اعمل كده؟ ما احنا عايزين نفهم برضو. كمل. كده، ومعايا فويس متسجل بالكلام ده انا، بس هو مسحه، بس انا طلعت لايف ومتسجل يعني، طلعت لايف على الصفحه انت اوريدي ومتسجل بعته لحد فبقى موجود. موجود. مم. قالوا لي اعمل كده. انا بلعب 92 دقيقه وانا راجل لعبت في النادي الاهلي ولفيت وراجل محترم، حلو. تقولوا لي تقولوا لي اتخان في الملعب. فهو بيقول لك بره قالوا لي اعمل كده، يعني سيب يعني سيب ده في الدقيقه 92 يا كابتن، و3-0 النتيجه، و3-0. يعني الدقيقه 92 3-0 والناحيه الثانيه كام؟ كان 4-0. كان 4-0. ده الجون الرابع بقى، ده الجون الرابع. قال لي بره قالوا لي اعمل كده. هم قالوا لك كان الجون الخامس، عفوا ده كان الجون الخامس بالظبط. هم قالوا لك اعمل كده. طب انا بقى شوف انا هعمل ايه دلوقتي بعد ما اتعصبت يا كابتن. دي حركه تعصب مني. الكرة جات لي اتسنطرت حاجه زي كده، طلعت اوفسايد، الجون رجعها لي. قلت له خد. انا بقى انت بتنده عصبيتي انا اتعصبت يا كابتن. انا بلعب 92 دقيقه، الفرقه الثانيه بتقول لي بالراحه علينا يا كابتن، بالراحه علينا. انا شاط على جون اكتر من 5 كور وبهاجم. بالراحه عليكم ايه؟ انتوا خسرانين 4 يا كابتن. بالراحه عليكم ايه؟ بالراحه ما ايوه يا عم بالراحه علينا ايه بجد؟ ده انتوا خسرانين 4-0 والخامس دخل تقريبا. انت بتهزر ولا انت بتشتغلنا يعني؟ كمل. خش ما تجيبش فينا جون. انا اللي كنت بهاجم، انا بهاجم انا وكذا لعيب زميلي. انا كنت بلعب باك يمين وكنت بهاجم وبعمل اللي عليا وزياده. كرة جايه لي طبعا انا اتعصبت. حركه طب الناس اللي بره عايزينك تعمل كده، طب تعالى يا حبيبي روح على الجون. الولد مش مصدق. انا عمال اقول له تعالى، عمال اندهله بعصبيتي، تعالى خد الكوره. في الاخر ايدي اهي بتشاور روح، بعمل له كده روح هات جون. قمت سايب الملعب بعد المباراه، قلت ادبي على كل اللي بره بصراحه ربنا، وخدت بعضي وخدت شنطتي وخدت بعضي وخدت اهلي ومشيت. وقلت والله ما انا لاعب في الدرجه دي تاني. كريم عايز اقول لك على حاجه بس. الجون ده فانا فاهم ان اللقطه دي غلط. الجون ده صعد فرقه وخلى فرقه ما تصعدش. بالمناسبه يا كابتن الجون ده الكره دي طلعت ضربه ركنيه، ما جاتش جول مباشر، طلعت ضربه ركنيه واتلعبت، وفي ناس واقفه غلط وفي ناس واقفه تمام، وبعد كده جت جون. يعني انا برضو في الاول والاخر طب ما انا بقول روح، ما في مدافعين. انا قصدي ان انت اللقطه دي في الوقت ده هم محتاجين جون واحد يصعدوا بيه. بس انا والله العظيم 3 يا كابتن وحياة ربنا انا مصحف احلف عليه ان انا عملتها تعصب عشان لعيب زميلي بيقول لي هم بره وانا نازل قالوا لي اعمل كده، قالوا لي اعمل الكلام ده. طب انت دلوقتي اتعصبت يا كابتن جدا. انت في الملعب اتاكدت ان الماتش متفوت ولا اتاكدت في الماتش متفوت في الدقيقه 92. هو يعني ايه اتاكدت ان الماتش متفوت في الدقيقه 92 وانتوا خسرانين 5-0؟ ازاي بجد؟ ايعقل الكلام ده؟ يعني انت جاي تقول لي بعد الدقيقه 92 اتاكدت ان الماتش متفوت؟ انت بتهزر ولا بتشتغلنا ولا ايه بالظبط؟ وليه ما قلتش الاسامي الناس اللي كانت بره اللي قالت للعيبه تفوت المباراه وتتلعب في النتائج؟ ما احنا عايزين نفهم برضو. لما تطلع تقول حاجه قولها صريحه، ما تلفش وتدور. ما احنا عايزين نفهم ايه اللي حصل ومين الناس اللي كانت بره اللي كانت بتقول للعيبه فوتوا الماتش. عايزين نفهم كل ده، ومين اللاعب اللي كان معاك، وما تقولش بدون ذكر اسامي. دي فضيحه حرفيا.